أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن شكره وتقديره للملك محمد السادس ملك المغرب لما عبر عنه في رسالته الموجهة إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى المشاعر المقدسة، التي أشاد فيها بجهود حكومة المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل أسباب الراحة لهم. وقال خادم الحرمين الشريفين إن هذه الرسالة إنما تعكس عمق العلاقة الأخوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتعبر عن تقدير الملك محمد السادس لكل ما تبذله المملكة من إمكانات وما توفره من قدرات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء حجهم ونسكهم براحة واطمئنان. وأكد أن المملكة تفخر وتعتز بأن خصها الله تعالى لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ولن تألو جهدا في بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.